ابطال سنه رابعه مراجعه شهر فبراير ومارس باذن الله في اقل من ساعه واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم حبايب قلبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وزي الفل. كل سنه وانتم طيبين، سواء كان يسمعني طالب او ولي الامر. هشرح لك بسرعه وافكرك نظامنا هيمشي ازاي. باذن الله المراجعه عندنا عباره عن فيديو اول شرح على المقرر بالكامل بتاع شهر فبراير ومارس، والفيديو الثاني حل تدريبات مقسوم لنصين. النص الاول هنحل منه اهم اسئله الكتاب المدرسي والاسئله التقييمات، والجزء الثاني اهم اسئله الكتب الخارجيه. بالتوفيق يا صديقي باذن الله. يلا نسمي الله ونبدا. بدأنا هنا بسؤال خفيف كده بيقول لي قول لي اكثر المحافظات سكانا. عندي اكثر محافظات سكانا هي طبعا محافظه القاهره. طب عايز اعرفها يا مستر على الخريطه فين؟ ادي محافظه القاهره. يبقى لما يسالني يقول لي اكتر محافظه فيها سكان هي محافظه القاهره، المحافظه دي. طب السؤال اللي بعده يا مستر بيقول لي محافظه يتركز معظم سكانها في القرى. قول لي يا مستر محافظه يتركز معظم سكانها يعني قاعدين في القرى. خدنا محافظه مين؟ محافظه، برافو عليك، محافظه سوهاج. فين على الخريطه؟ ادي محافظه سوهاج اللي زمان كان اسمها ابيدوس. اللي بعده يا مستر اكبر محافظات مصر من حيث المساحه. طبعا عندنا محافظه الوادي الجديد. كل المحافظه دي هي محافظه الوادي الجديد، ودي اكبر المحافظات من حيث المساحه. وكمان افتكر ان عندنا محافظه صغنطوطه قوي قوي اسمها دمياط، دي اصغر المحافظات من حيث المساحه. يلا يا صديقي نكمل. بقول لي السؤال الثاني اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير الصحيحه. يختلف عدد الذكور على الاناث داخل المحافظه الواحده. عدد الذكور مش زي عدد الاناث. اقول له صح، عشان عندنا في ناس بتهاجر الهجره الداخليه، يسيب المحافظه مثلا اللي هو مثلا في سوهاج ويروح القاهره عشان يشتغل، فبيختلف عدد الذكور من عدد الاناث. اللي بعده ترتفع نسبه التعليم في محافظه القاهره. اقول له صح، برافو عليك. ترتبط مهنه الزراعه بالعلاقه بين الانسان والبيئه. الزراعه دي الانسان بيبقى مرتبط بالبيئه، طبعا هو بيزرع في البيئه فمرتبط بالبيئه، يبقى صح. اللي بعده تغطي الغابات كل مساحه كندا. يعني كل مساحه كندا يا صديقي غابات. تقول لا يا مستر الصب هي نص مساحه كندا غابات، يبقى نصها مش كلها، يبقى غلط. اللي بعده احدى خطوات صنع القرار تحديد المشكله وجمع المعلومات. اقول لك صح، لازم في الاول نحدد المشكله ونجمع المعلومات عشان نقدر نحلها. السؤال اللي بعده بيقول لي اكمل العبارات الاتيه. احدى فئات السكان وتزيد اعمارها عن 65 سنه. اللي كبار قوي قوي، العواجيز دول اللي اكتر من 65 سنه، تيتا وجده بنسميهم، برافو عليك، كبار السن. اللي بعده محافظه الوادي الجديد من المحافظات نقط السكان. هل هي مزدحمه ولا متوسطه ولا قليله؟ برافو عليك، هي قليله السكان. يلا يا بطل اللي بعده. بقول لي المهنه التي يقوم صاحبها بتحويل المواد الخام الى منتجات. مين بقى اللي بيحول؟ تقول لي مثلا عندنا العمال وكمان عندنا المهندسين. العمال والمهندسين بيحولوا المواد الخام الى منتجات. اللي بعده المهنه التي يقوم صاحبها بتصميم التطبيقات الالكترونيه. بيصمم، بنسمي ايه؟ ايوه برافو عليك، اسمه مطور التطبيقات. الابلكيشنز اللي عندنا على التليفون، مطور التطبيقات. اللي بعده تنتج كندا كميات كبيره من المحصول. عندها كميه كبيره جدا من المحصول، برافو عليك، القمح. اللي بعده التفكير في ايجابيات وسلبيات كل خيار يساعد على لما نجيب كل بديل، كل خيار عندنا كل بديل ونفكر فيه تفكير كويس قوي، نعرف ايه مميزاته وعيوبه، بيساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح. يبقى يساعد على اتخاذ، كلمه اتخاذ يعني اختيار، لو شلت كلمه اتخاذ اكتب اختيار. اتخاذ القرار الصحيح يا مستر عشان نتجنب الوقوع في الاخطاء، عشان ما نقعش في خطأ.
اللي بعده، عند المشاركه في صنع القرار نتعلم عده قيم منها. لما انا اشارك في صنع القرار بتعلم ايه؟ قال لي بتعلم المسؤوليه، يبقى عندي مسؤوليه. طب وكمان واحترام اراء الاخرين، احترام اراء الاخرين. طب في حاجات تانية يا مستر؟ ايوه يا مستر، زي ايه؟ هنتعلم ايه كمان؟ حل المشكلات واكتر من شيء كمان. يبقى هو عايز 2 بس، مسؤوليه، احترام الاراء. ممكن نزود واحده من عندنا لو انت حابب. السؤال اللي بعده، بما تفسر اهميه مهن النشاط الزراعي. مهمتها ايه مهن النشاط الزراعي؟ بتوفر لنا ايه؟ قال لي بتوفر الغذاء للسكان يا مستر. الراجل الفلاح ده هو اللي بيزرع، والراجل الصياد بيصطاد، بتوفر لنا الغذاء للسكان. اللي بعده، أهمية مشاركة الأطفال في القرارات الأسرية. ليه مهم جدا جدا إن الأطفال اللي زيك يشارك مع الأسرة في اتخاذ بعض القرارات عشان يتحمل المسؤولية وكمان التعاون. يبقى ليتعلم المسؤولية والتعاون، نتعاون مع بعضينا في اتخاذ القرار، وكمان نتعلم ان يبقى عندي مسؤوليه. اللي بعده، ما النتيجه المترتبه على قله المياه العذبه في محافظه وادي الجديد؟ لما ما عندناش ميه في محافظه وادي الجديد ايه اللي يترتب؟ تقول لي يا مستر مفيش ميه، مفيش سكان. برافو عليك، اقول لك قله عدد السكان في محافظه الوادي الجديد، السكان قليلين. اللي بعده، كثره الانجاب في بعض المحافظات. كثره الانجاب يعني الخلفه كتير قوي. ايه اللي ترتب لما خلفنا كتير قوي؟ نقول له زياده عدد صغار السن، الاطفال زادوا، يبقى زياده عدد. وينفع نكتب له الاطفال وينفع اكتب له صغار السن، والاثنين صح يا بطل. اللي بعده، اجب عما ياتي. ما العلاقه بين التكنولوجيا والمهن المستقبليه؟ سهله خالص، ظهرت المهن المستقبليه بفضل مين؟ بفضل التطور التكنولوجي. يبقى ظهرت المهن المستقبليه بفضل التطور التكنولوجي يا مستر. ماشي يا صديقي. اللي بعده، ماذا يحدث اذا غاب عامل النظافه؟ لو النهارده رحنا المدرسه وما لقيناش عامل النظافه، او نزلنا الشارع وما لقيناش الراجل بتاع النظافه، ايه اللي هيجرى؟ يقول له امين، زياده القمامه في الشوارع وانتشار الامراض والاوبئه. يبقى انتشار القمامه في الشوارع. وده يا صديقي علمنا ايه؟ ان لكل مهنه اهميه. كل المهن مهمه، ولازم نحترم كل مهنه ونقدره ونحاول نساعده على قد ما نقدر. اللي بعده، ماذا يحدث اذا تم اتخاذ قرار دون جمع المعلومات؟ من غير ما اجمع معلومات خدت قرار مره واحده. اقول لك لا، ما يصحش، لازم نجمع المعلومات. طب لو خدنا قرار من غير جمع المعلومات مش هنختار القرار صح، يبقى عدم اختيار القرار الصحيح وكمان الوقوع في اخطاء. يبقى عدم الاختيار او القرار الصحيح، وكمان عندنا الوقوع في اخطاء. اللي بعده، حدد اهم المعالم السياحيه في دوله كندا. عندهم ايه في دوله كندا؟ تقول لي يا مستر عندهم برج مهم جدا اسمه برج CN تورنتو. طب وكمان منتزه بنف الوطني. ماشي يا صديقي. اللي بعده بيقول لي قارن بين الزراعة والصناعة من حيث المنتجات في كل منهما. ايه من حيث المنتجات؟ يعني بينتجوا ايه في الزراعة والصناعة. سهلة جدا. الزراعة بينتجوا ايه يا مستر؟ اقول لك بينتجوا المحاصيل الزراعية. طب زي ايه المحاصيل الزراعية يا مستر؟ مثل القمح والأرز. ماشي يا صديقي. طب بالنسبة للصناعة بيصنعوا ايه؟ قال لي بيصنعوا حاجات كتير قوي. بيصنعوا الملابس والاساس ده اللي بنقعد عليه، الكنبه والكرسي والترابيزه
والمكتب ده الاساس والدولاب وغيره، الملابس والاساس، وكمان عندنا والسيارات اللي بنركبها دي متصنعه. اللي بعده يا صديقي، ما المقصود بالمفاهيم التاليه؟ يعني كلمه التركيب السكاني قلنا تصنيف السكان الى مجموعات حسب النوع او العمر. يلا قول معايا، تصنيف السكان، ايوه تصنيف السكان الى مجموعات حسب النوع او العمر. حسب النوع بتاعك ذكر او انثى او العمر، انت صغير في السن ولا فئه شباب ولا كبير في السن؟ هل سني مثلا في سنه رابعه ولا زي بابا فئه سن العمل اللي بيشتغل ولا زي جده اللي هم كبار السن؟ حسب النوع او مين او العمر. اللي بعده يا صديقي بيقول لي ما المقصود بصنع القرار؟ يعني ايه صنع القرار؟ اسمعها مني واحفظها. يلا، تحديد بدائل متعدده، بحدد اكتر من بديل واختار الافضل منها لحل مشكله او تحقيق هدف معين. يلا اللي بعده يا صديقي، هنا بيقول لي لاحظ خريطه مصر المقابله. ماشي، بص على الخريطه، صواب ام خطا؟ تتسم المحافظه رقم 1 بقله سكانها. في رقم 1 يا مستر، المحافظه دي اللي هي محافظه الاسكندريه. هل المحافظه دي سكانها قليلين؟ اقول لك لا، ده كتير جدا، يبقى دي خطا يا مستر. اللي بعده، صوب ما تحته خط. الجمله دي فيها كلمه خطا اللي تحتها خط. الجمله بتقول لي يتركز، يعني فيها سكان كتير، معظم سكان المحافظه رقم 2 في المدن. المحافظه دي محافظه مين يا مستر؟ دي محافظه سوهاج. هل السكان بيقعدوا في المدن؟ اقول لك غلط، ده بيقعدوا في القرى يا مستر عشان بيشتغلوا في الزراعه. اللي بعده، اختر اي من التالي يناسب المحافظه رقم 3. فين 3 دي؟ دي محافظه القاهره العاصمه اللي فيها وزارات وفيها مصالح حكوميه وهي العاصمه. فبيقول لي قله المياه العذبه، لا ده فيها ميه وبنشرب منها. طب عمل سكانها بالزراعه، لا دي محافظه حضريه. طب وجود الوزارات بس ما تكملش، فيها مين؟ فيها الوزارات والمصالح الحكوميه. اللي بعده، السؤال الثاني بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يختلف توزيع السكان في مصر من محافظة لأخرى، يعني مش كل المحافظات فيها نفس عدد السكان. صح يا مستر، في محافظة فيها أكتر من 8 مليون، وفي محافظة أقل من 1 ل 8 مليون، وفي محافظة أقل من مليون، يبقى مختلفين، يبقى صح مش كلهم متساويين. تعد القاهرة والجيزة من المحافظات قليلة السكان. ازاي يا مستر؟ ده فيها سكان كتير قوي، ده احنا من زحمة في القاهرة والجيزة مش قادرين نمشي، يبقى مزدحمة السكان، يبقى دي غلط. اسف، دي غلط مش صح. دي بدل كلمة قليلة السكان هي مزدحمة السكان. اللي بعده، أقل المحافظات المصرية سكانا محافظة الجيزة. لا غلط، محافظة الجيزة فيها سكان كتير. 4، يتركز السكان في محافظة الوادي الجديد بسبب قلة المياه العذبة. يعني ايه ده؟ يعني الناس بيقعدوا عشان مفيش مية؟ أكيد غلط، هما بيقعدوا عشان في مية، يبقى دي غلط. وكمان هنا يتركز السكان قليلين قوي في محافظة الوادي الجديد مش كتار. اللي بعده، إصلاح مواسير المياه إحدى مهام عامل التوصيل. لا يا مستر، اللي بيصلح المواسير ويوصلها ده السباك، يبقى غلط. عامل التوصيل الدليفري اللي بيوصل المنتجات والسلع للافراد. اللي بعده، تقل نسبة الإناث عن الذكور في مصر بفرق كبير. إيه ده؟ يعني الفرق بين الإناث والذكور كتير؟ لا خالص خالص، ده الفرق قليل جدا جدا، يبقى غلط. تعد نسبة فئة صغار السن هي الأقل بين الفئات العمرية. أقل ناس عندنا فئة صغار السن؟ تقول لا يا مستر، احنا عندنا أقل ناس هم كبار السن قليلين، يبقى غلط. اللي بعده، ارتبط العيد القومي لمحافظة الغربية، لما خدنا محافظة الغربية بمواجهة الاحتلال الفرنسي لمصر. اقول لك ايوه صح يا صديقي، عشان اهل الغربية دول كانوا ناس جدعان، قوموا يعني دافعوا عن محافظة الغربية ضد فلول الحملة الفرنسية. اللي بعده، عرفت منطقة عين شمس قديما باسم اون. زمان كان اسمها اون، اقول لك صح كان اسمها اون. عين شمس حاليا، زمان كان اسمها اون. السؤال اللي بعده، يعمل معظم سكان محافظة سوهاج حاليا بالصناعة. المعظم يا مستر يشتغل بالصناعة؟ لا، ده المعظم بيشتغل في الزراعة، يبقى دي غلط. اللي بعده، يصنف السكان حسب التركيب النوعي، يعني نوعهم،
كلمة نوع يعني نوعهم ذكر ولا أنثى. طب عمري إلى فئات عمرية. طب هنا حسب التركيب النوع إلى أطفال وشباب وكبار سن. لا يا مستر، لو قال لي نوع يبقى نوعهم ذكر وأنثى، لكن لو قال لي عمري كانت تبقى صح، أطفال وشباب وكبار السن. اللي بعده، تزداد نسبة الأطفال في بعض المحافظات بسبب كثرة الإنجاب. أيوة صح، في بعض المحافظات بيخلفوا كتير. يعمل مطور التطبيقات على إنتاج الطاقة النظيفة. إيه اللي جاب ده يا مستر؟ أكيد غلط. الطاقة النظيفة ده اللي بينتج المهندس بتاع الطاقة النظيفة اللي بينتج الطاقة، لكن مطور التطبيقات ده بيعمل حاجة تانية، بيعمل ابلكيشنز. ده غير ده خالص. اللي بعده، تتميز محافظة القاهرة بارتفاع نسبة المتعلمين. طبعا صح، عشان الأسر بتهتم بالتعليم. يحافظ الشرطي على الأمن والنظام في المجتمع. طبعا صح، بيحافظ على الأمن والنظام. مدينة أوتاوا هي عاصمة دولة كندا. أقول له صح، هي العاصمة بتاعت دولة كندا. اللي بعده، يقوم التجار بتحويل المواد الخام لمنتجات. لسه احنا في اسئله الكلام المدرسي واهم اسئله التطبيقات. تقول لي لا يا مستر مش التجار، ده العمال والمهندسين. تعد حرب اكتوبر سنه 1973 نموذجا للمشاركه في صنع القرار. طبعا صح، لما اجتمعوا القاده العسكريين مع رئيس الجمهوريه الرئيس الراحل محمد انور السادات وقال لك هنحارب، فاتخذوا قرار جماعي يبقى كلنا. اللي بعده، تحتاج المهن المستقبلية إلى مهارة العمل الجماعي. لازم كلنا نتعاون مع بعضنا. طبعا صح. اللي بعده، مبرمج الحاسوب ومهندس الطاقة المتجددة من المهن المستقبلية. طبعا صح. جمع المعلومات هي أولى خطوات صنع القرار السليم. لازم أول حاجة أعملها أجمع المعلومات. صح ولا غلط؟ لا يا صديقي، دي مين؟ دي غلط. هي مش أول خطوة جمع المعلومات. أمال إيه يا مستر أول خطوة لازم أعملها عشان أتخذ قرار صح؟ أحدد المشكلة أو الهدف، أحط إيدي على المشكلة أو الهدف اللي عايز أوصل له، وبعد كده أبدأ أجمع المعلومات عنه. هجمع المعلومات عن مين؟ عن المشكلة اللي بتواجهني أو الهدف اللي عايز أوصل له. اللي بعده، ساهم العالم الزهراوي في وضع أسس التقنيات الحديثة. طبعا صح. اللي بعده، العملة الرسمية لدولة كندا هي اليورو. يورو؟ لا ما سمعناش عن اليورو يا مستر، هي مش اليورو خالص، هي الدولار الكندي عشان تحفظها. يساعد القرار الجماعي على تحقيق الافضل للجميع. دي مهمة جدا وبتيجي من النتيجة المترتبة على، اقول لك صح، لما نعمل قرار جماعي ده بيحقق الافضل لكلنا للجميع. اللي بعده، يتعلم الاطفال المسؤولية عندما يشاركون في قرارات الاسرة. طبعا صح، بيتعلموا التعاون وكمان المسؤولية. يقتصر صيد الاسماك في مصر على نهر النيل والترع. هتقول لي يا مستر انا حابب فاهم الجمله كلها بس مش عارف يعني ايه كلمه يقتصر. يعني هي دي بس يا صديقي، يعني احنا بنصطاد السمك بس من نهر النيل والترع. تقول لي لا يا مستر بنجيب البحر الاحمر وكمان البحر المتوسط والمزارع السمكيه. يبقى غلط. اللي بعده، اختيار صديق في الفصل احد القرارات الفرديه. طبعا صح، انا اللي بختار صديقي يبقى قرار فردي. يجب علينا تحمل نتيجة القرارات التي نتخذها. أنا اتخذت قرار أتحمل النتيجة بتاعته عشان أتحمل المسؤولية. يبقى صح. اللي بعده، يقوم عمال النظافة بأعمال البناء والنقاشة. عامل النظافة ده بينظف، إيه علاقته بأعمال البناء والنقاشة؟ لا خالص، مش هو اللي بيقوم بأعمال البناء والنقاشة. تتميز مدينة المحلة الكبرى بكونها أكبر القلاع الصناعية للغزل والنسيج في مصر. طبعا صح، وبتيجي بيم تفسر يا صديقي. قول لي أهمية مدينة المحلة الكبرى. دي أكبر القلاع الصناعية للغزل والنسيج اللي هي الهدوم. اللي بعده، السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة. أكثر محافظة مصر سكانا. خلاص يا مستر أنا حفظتها، هي خلاص القاهرة. اللي بعده، إحدى المحافظات قليلة السكان. الدهلية، البحيرة، مطروح، القاهرة. أقل واحدة في المحافظات اللي هي محافظات الحدود الصحراوية. لو جاني واحدة من 5 بقى صح. شمال سيناء، جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، مطروح، الوادي الجديد. هنا مديني مطروح. لغة رسمية يتحدث بها الشعب الكندي. عندنا لغتين رسميتين، يا الإنجليزية يا إما الفرنسية. هنا مديني إيه؟ برافو عليك أهو، مديني الإنجليزية، ولو الفرنسية اديهاني برضو صح. أختارها. يعمل سكان محافظة القاهرة فيه. أكيد القاهرة عندهم مدن يبقى صناعة وخدمات. برافو عليك أهي، الصناعة والخدمات، مش في الراعي ولا التجارة والصيد ولا في الزراعة يا مستر. يعيش معظم سكان محافظة سوهاج فيه. برافو عليك، فين؟ بيشتغلوا في الزراعة يبقى بيعيشوا في أيوه في القرى. برافو عليك. اللي بعده، تركيب السكان يعني تصنيفهم
حسب ايه وايه؟ النوع والعمر. اللي بعده 7 بيقول لي تختلف نسب الذكور والاناث بين المحافظات بسبب. ليه محافظه فيها ذكور كتير، محافظه فيها اناث كتير؟ ليه؟ بسبب الهجره. الهجره للبحث عن فرصه عمل، ايه سماها الهجره الداخليه بين المحافظات. اللي بعده تتعدد المهن المرتبطه بالقطاع الزراعي، ومنها اللي مرتبط بالارض الزراعيه، اللي بيزرع، اللي مرتبط بالزراعه هو مين؟ الفلاح يا مستر. مهنه السائق احدى المهن، السائق، المعلم، عامل النظافه، عامل التوصيل، الطبيب، الشرطه، دي كلها اسمها المهن الخدميه، بيقدم لي خدمه. عرض المنتجات في الاسواق ليشتريها الناس احد مهام. مين اللي بيعرض المنتج؟ اروح اشتري مثلا النهارده فاكهه، او اروح اشتري مثلا بسكوت من السوبر ماركت، مين الراجل اللي بيرصه وبيجهزه لي وانا اخده بكل بساطه؟ الراجل التاجر، التجار. يبقى التجار دي مهمته عرض المنتجات في السوق عشان نشتريها لنحصل عليها بسهوله. يعمل مهندس الطاقه المتجدده في انتاج مين؟ قال لي في انتاج الطاقه النظيفه للحفاظ على البيئه من التلوث، يبقى الطاقه النظيفه يا مستر. اللي بعده اي من المعالم التاليه تم انشائها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ عملناها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. قلنا برج مين؟ برج القاهره، برافو عليك. واللي عملناه على شكل زهره اللوتس. طب وكمان في مهندس عمله، انا بقول لك كل المعلومات عنه. اللي عمل واحد اسمه المهندس نعوم شبيب. اصلاح السيارات دي سهله جدا يا مستر، انا بروح مع بابا لما بيصلح السيارات عند العربيه عند الميكانيكي اهو. اللي بعده احد القرارات الفرديه، اختار بقى مين؟ صديقي. الاصدقاء ده قرار فردي. اولى خطوات صياغه القرار لسه قايلها لك، اول حاجه لازم اعمل احدد المشكله او الهدف، يبقى اهو تحديد المشكله، ولو جاب لي برضه تحديد الهدف هختاره، الاثنين صح. 16 بيقول لي تعد حرب اكتوبر نموذجا على قرارات فرديه جماعيه. بس يا مستر دي قرار جماعي يعني كلنا مع بعضينا. تحويل المواد الخام لمنتجات احد الاعمال التي يقوم بها، بيعملها مين؟ حاجه من الاثنين، العمال المهندسين. ندور اهو مدين اول حاجه العامل او العمال والمهندسين. يؤدي عمال المقاولات. عمال المقاولات دول مهم في حياتنا، مهم جدا. هم اللي بيبنوا، هم اللي بيعملوا حاجه اسمها المحاره، هم اللي بيعملوا النقاشه. النقاشه ده اللون بتاع الشقه. طب المحاره، الراجل لما جه البنا بنى فيجي بتاع المحاره يساوي الطوب ده بالاسمنت، دي اسمها المحاره. يبقى توصيل السلع لا، نقل الاشخاص لا، برضه تنظيف الشوارع لا، يبقى اعمال البناء. يوجد في دوله كندا خليج كبير جدا يتجمد كله في فصل شقه اسمه خليج ايه يا مستر؟ خليج هيدسون. فين هيدسون يا مستر؟ اهو خليج هيدسون. اللي بعده في دوله كندا اكثر المدن المصريه انتاجا لمحصول الكتان هي مين؟ اكتر مدينه بتنتج محصول الكتان؟ خدناها في محافظه الغربيه. طب تعال نشوف انهي مركز. مرسى مطروح لا يا مستر دي محافظه لوحدها. زفته بس ما تكملش، هي مين؟ مركز زفته او مدينه زفته، بتنتج 80% من محصول الكتان في مصر. اللي بعده اكمل العبارات التاليه بما يناسبها من كلمات. توجد الوزارات والمصالح الحكوميه المصريه في محافظه العاصمه اللي هي القاهره. اللي بعده يعمل معظم سكان محافظه الوادي الجديد. بيشتغلوا في ايه الوادي الجديد دول؟ قلنا بيشتغلوا في حاجتين، في الزراعه والرعي. في الزراعه وكمان عندنا الرعي. اللي بعده يا مستر ينتمي معظم سكان مصر لفئه، اخذنا 3 فئات، صغار السن ولا الشباب ولا كبار السن؟ لا الشباب. عندنا شباب كتير قوي، زي بنزل الشارع ولا في شباب كتير قوي ماشيين معانا، يبقى الشباب. يرتفع مستوى التعليم في بعض المحافظات نتيجه اهتمام الاسر بالتعليم يا مستر زي محافظه القاهره. اللي بعده عرفت سوهاج قديما باسم اسمها ابيدوس، زمان كانوا بنسميها ابيدوس. اللي بعده التركيب السكاني هو تصنيف السكان من حيث العمر والنوع يا مستر. عمرنا ونوعنا ذكر ولا انثى. اشتهر سكان مدينه قديما بالعمل في الكتابه والتعليم والصناعات المتنوعه. اشتغلوا في اكتر من صناعه، الصناعات المتنوعه. اللي بعده نحصل على الغذاء الذي نحتاج اليه عبر قطاع مين؟ الزراعه يا مستر، هي اللي بتوفر لنا الغذاء، يبقى الزراعه. اللي بعده 9
مصمم البرامج الإلكترونية من مهام وظيفة مبرمج الحاسوب. مبرمج الحاسوب اللي هو الحاسب الآلي اللي هو الكمبيوتر. اللي بعده، تختلف نسبة الذكور على الإناث في بعض المحافظات بسبب، برافو عليك، الهجرة الداخلية. اللي بعده، تعد مهنة ضابط الجيش إحدى المهن المرتبطة بقطاع مين؟ برافو عليك، قطاع الخدمات. ده اللي بيقدم لنا خدمة، بيأمن الحدود. يتم صيد الأسماك في مصر من البحرين، دي سهلة جدا، يا البحر المتوسط يا إما البحر الأحمر. اللي بعده صديقي بيقول لي مساعدة المتعلمين على فهم العلوم والمعارف إحدى المهام التي يقوم بها. مين اللي بيفهمني العلوم والمعارف؟ يعني يديني معلومات زي مستر أيمن، المعلم. اللي بعده، يعد التفكير الإبداعي إحدى المهارات التي تحتاج إليها المهن المستقبلية. التفكير الإبداعي. اللي بعده، لازم عمل جماعي ولازم كمان تفكير إبداعي واستخدام التكنولوجيا. تعد دولة كندا إحدى دول قارة كندا. موجودة في قارة مين؟ أيوه، قارة اسمها قارة أمريكا الشمالية. اللي بعده، أولى خطوات صناعة القرار السليم لازم أحدد فين؟ برافو عليك، أحدد المشكلة. لازم أول حاجة أعرف المشكلة اللي عندي عشان أعرف بعد كده أجمع عنها معلومات وأعرف أحلها. شارك جميع قادة الجيش المصري سنة 1973 في اتخاذ قرار حرب أكتوبر. في اتخاذ قرار الحرب كلنا اشتركنا عشان ناخد قرار الحرب. شارك جميع قادة الجيش المصري سنة 1973 في اتخاذ قرار حرب أكتوبر. اختيار ممكن نقول له حرب أكتوبر، ممكن نقول له السنة بتاعتها 1973. هي كانت في شهر أكتوبر في سنة 1973. اختيار قائد للفصل يعد أحد القرارات التي نتخذها على مستوى مين؟ نختار قائد للفصل. أنا كده موجود في المدرسة، برافو عليك، يبقى مستوى المدرسة. اللي بعده، إنشاء مستشفى أحد القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى، هننشئ مستشفى، هنعمل حديقة، ده مستوى مين؟ قال لي ده على مستوى المجتمع كله. اللي بعده، عرفت منطقة عين شمس قديما اللي خدناها باسم أون عين شمس. اللي بعده، صمم المهندس نعوم شبيب، لسه قايل لك صمم ايه؟ اللي اتعمل في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، برج القاهرة. يبقى صمم المهندس نعوم شبيب احد المعالم المصرية الحديثة وهو برج القاهرة يا مستر. اللي بعده، اتخذ الرئيس محمد انور السادات قرار حرب اكتوبر بمشاركة مين اللي شارك معاه؟ قادة الجيش. قادة جمع قائد، يعني كل القادة جم واجتمعوا مع بعضهم واتخذوا قرار الحرب، قادة الجيش. اللي بعده، صوب ما تحته خط. عرفت سوهاج قديما باسم، لسه حلها مستر، كان اسمها أبيدوس. أبيدوس. اللي بعده، يقل السكان في محافظة الوادي الجديد لأنها منطقة زراعية. ما لو منطقة زراعية كان يبقى فيها كتير، لكن هي منطقة، برافو عليك، صحراوية يا مستر. اللي بعده، وفرت فرص العمل في بعض المحافظات ساعد على زيادة نسبة الأطفال، لا، زيادة نسبة الشباب اللي بيشتغلوا. اللي بعده، فئة عمرية تحتاج إلى رعاية، محتاجين لرعاية، وتمثل ثلث سكان مصر. هي فئة التلت، برافو عليك، هما فئة الأطفال أو صغار السن، الاتنين صح، ينفع اكتب له أو الأطفال أو صغار السن. اللي بعده، تربية الأبقار لإنتاج اللحوم والألبان إحدى المهام التي يقوم بها الصيادين. لا يا مستر، الصيادين دول ما بيربوش أبقار، لكن مين اللي بيربوا الأبقار؟ الفلاحون أو الفلاحين. إصلاح السيارات إحدى الخدمات التي يقدمها السباك. لا، ده الميكانيكي هو اللي بيصلح. اللي بعده، تعد مهنة المعلم إحدى المهن الصناعية. لا، دي الخدمية، هو بيقدم لي خدمة، الخدمية. اللي بعده يا مستر، رقم 8 بيقول لي مصمم الألعاب يبتكر. يبتكر إيه؟ الراجل ده اسمه مصمم ألعاب،
يبتكر الالعاب الالكترونيه. الالعاب اللي بنلعبها على التليفون اسمها الالعاب الالكترونيه. اللي بعده يتم عرض المنتجات في السوق. قلت لك مين اللي بيعرض المنتجات قدامي؟ بواسطه التجار، الراجل اللي بروح اشتري منه. مطور تطبيقات الهاتف الذكي من المهن المستقبليه. قلنا المهن المستقبليه دي هي التي سوف تقود العالم فيما بعد. شارك قادة الجيش في اتخاذ حرب اكتوبر 73 مع الرئيس جمال عبد الناصر. تقول لا يا مستر، الرئيس السادات، هو اسمه محمد انور السادات، بس كفايه احفظ كلمه السادات. الاتفاق على شراء اشياء مهمه للمنزل. اتفقنا نشتري حاجات مهمه للبيت بتاعنا. احد القرارات التي نتخذها على مستوى المجتمع؟ لا، ده على مستوى الاسره يا مستر. يلا اللي بعده. بما تفسر. تعد القاهره اكثر، ما تخافش من تفسر، سهله جدا. ركز انت معايا بس في الاسئله دي، وباذن الله هنحل الامتحان كله وهنجيب باذن الله الدرجه النهائيه. يلا. تعد القاهره اكثر محافظات مصر سكانا. ليه محافظه القاهره اكثر محافظه؟ لانها عاصمه مصر، دي العاصمه يا مستر. طب وكمان فيها ايه؟ قال لي وفرت فرص العمل. طب وكمان بقى مين قال لي فيها؟ الوزارات والمصالح الحكوميه المختلفه. بس كده، احفظ لي واحده او احفظ لي الاثنين. اللي بعده قله عدد السكان في محافظه وادي الجديد. ليه في سكان عندنا في وادي الجديد؟ تقول لي يا مستر دي المنطقه كلها صحراء ما فيهاش ميه. يبقى لانها، ايوه برافو عليك، منطقه صحراويه يقل بها المياه العذبه. دي ما فيهاش ميه يا مستر، هنقعد ازاي؟ مش لاقيين حاجه نشربها، هنموت من العطش. زياده نسبه الشباب في بعض المحافظات. ليه؟ بسبب وفرت، يعني وجود، لو كلمه وفرت تقيل عليك اكتب وجود فرص العمل. انا عندي فرصه عمل فلقى الشباب جايين يشتغلوا عندي. اللي بعده اختلاف التركيب النوعي، يعني نوعهم ذكور ولا اناث بين السكان بالمحافظات. ليه محافظه يبقى فيها ولاد كتير، محافظه يبقى فيها بنات كتير؟ بسبب الهجره الداخليه. بسبب الهجره الداخليه. اللي بعده يا مستر اختلاف خصائص السكان من محافظه لاخرى. يعني ايه خصائص؟ يعني مميزات السكان اللي بيميزهم محافظه دي غير محافظه دي. يعني انا الناس الصعايده مختلفين في طباعهم وصفاتهم عن بتوع اسكندريه، وبتوع اسكندريه مختلفين عن بورسعيد. ليه؟ بسبب اختلاف البيئه التي يعيشون فيها. بسبب، السؤال ده مهم جدا، اختلاف طبيعه البيئه التي يعيشون فيها. كل واحد متربي في حته، فكل واحد عنده صفات بيميزه عن غيره بسبب اختلاف طبيعه البيئه التي يعيشون فيها. اللي بعده يا مستر 6 بيقول لي ارتفاع نسبه التعليم في القاهره. ليه نسبه التعليم عندنا مرتفعه في القاهره؟ اقول له بسبب اهتمام الاسر بالتعليم. بسبب اهتمام الاسر بالتعليم. عند الاسر بتهتم بالتعليم. اللي بعده زي ما ماما دلوقتي بتقول لك ذاكر عندنا امتحان. اللي بعده بيقول لي زياده نسبه الاطفال في بعض المحافظات. ليه عندي نسبه الاطفال بتزيد؟ نقول له بسبب كثره الانجاب، بيخلفوا كتير، كثره الانجاب. اللي بعده اهميه قطاع الزراعه. سيبك من كلمه قطاع دي، خلينا في الزراعه. ايه اهميه الزراعه؟ بتوفر لنا الغذاء، يبقى توفير الغذاء. اللي بعده يقوم التجار بعرض المنتجات في الاسواق والمحلات. ليه لما ادخل سوبر ماركت او الراجل بتاع الفاكهه والخضار الاقي رص المنتجات كده حتى نتمكن من شرائها بسهوله. لو كلمه نتمكن تقيله عليك قول حتى نشتريها بسهوله. يبقى حتى نتمكن من شرائها بسهوله، عشان نشتريها بكل بساطه وسهوله. النهارده دخلت سوبر ماركت ولقيت مثلا الشيبسي على البوز وعلى البيضه على الجبنه، فهاخد وقت كتير قوي قوي عشان اجيب اللي انا عايزه. ولكن لو كل حاجه مترصصه وفي مكانها
هجيبها بكل بساطه وسهوله، يبقى حتى نتمكن من شرائها بسهوله. اللي بعده تربيه الفلاحين للابقار والدواجن. هي ليه المهم؟ ليه الفلاحين بيربوا الفلاحين بيربوا الابقار والدواجن هي الفراخ؟ من اجل الحصول على، عشان ناخد الحصول على، ناخد ايه من الابقار؟ من اجل الحصول على، قال لي يا مستر اللحوم والالبان. طب وكمان عندنا والبيض اللي بناخده من الدواجن. اللي بعده ظهور المهن المستقبليه. ليه ظهرت؟ نقول بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. في عندنا تقدم علمي وتكنولوجي بسبب التقدم، هتلاقيها بسبب من كلمه سبب او بفضل التقدم العلمي والتكنولوجيا يا مستر. اللي بعده اهميه مهندس الطاقه المتجدده. الراجل ده المهندس بتاع الطاقه المتجدده بيعمل ايه؟ قال لك اهميته انتاج الطاقه المتجدده او النظيفه التي تحافظ على البيئه من التلوث. يبقى بيعمل ايه؟ بينتج انتاج الطاقه النظيفه. بيعمل ايه يا مستر؟ انتاج الطاقه النظيفه للمحافظه على البيئه من التلوث. اللي بعده اهميه مهنه عمل التوصيل الدليفري. بيعمل ايه؟ قال لي توصيل السلع للافراد، بيوصل لي السلع اللي انا عايزها، المنتج اللي انا عايزه. اللي بعده قال لي يجب التفكير في ايجابيات وسلبيات كل بديل قبل اتخاذ القرار. قبل ما تاخذ القرار افكر. زي النهارده انا طلبت من بابا طلب او من ماما، يقول لك استنى لما افكر. ايه لما افكر؟ بيفكر في ايجابياته، بيدورها في دماغه، بيشوف ايه كلمه الايجابيات، يعني الحاجات الكويسه والسلبيات. يعني ولكن مثلا النهارده طلبت منه اشتري عجله، فيقول لك والله هي العجله كويسه بس دلوقتي ميعادها مش كويس، دي سلبيه، احنا داخلين على امتحانات شهر وبعد كده امتحانات اخر السنه، لا ما ينفعش، نخليها في الاجازه. دي اسمها التفكير في الايجابيات والسلبيات. طب دي ما تفسر ليه؟ لاتخاذ القرار الصحيح وتجنب الوقوع في الاخطاء عشان ما نقعش في خطا. يبقى لاتخاذ القرار الصحيح وكمان تجنب الوقوع في الخطا. اللي بعده يا مستر تعد حرب اكتوبر 1973 نموذجا على المشاركه في اتخاذ القرار. ليه نموذجا؟ حيث شارك جميع القاده العسكريين مع الرئيس الراحل محمد انور السادات في اتخاذ حرب اكتوبر 1973. اللي بعده يا صديقي ما النتيجه المترتبه على؟ اللي ترتب على ندره المياه العذبه في محافظه الوادي الجديد. لما محافظه الوادي الجديد دي ما فيهاش مياه عذبه، هتقول لي يا مستر طول ما فيش مياه عذبه ما فيش سكان، برافو عليك، يبقى قله السكان في محافظه الوادي الجديد. اللي بعده تركز المصالح الحكوميه في محافظه القاهره. محافظه القاهره دي فيها كل المصالح الحكوميه. اللي ترتب الناس تروح عشان تقضي مصالحها، ففي ناس كتير هناك، يبقى اصبحت محافظه القاهره اكثر المحافظات سكانا. اصبحت القاهره اكثر المحافظات سكانا يا مستر، اكتر محافظه فيها سكان القاهره. اللي بعده اهتمام الاسر بالتعليم. لما مامتك تهتم ومامتي تهتم بالتعليم يبقى زياده عدد المتعلمين، زياده عدد المتعلمين، المتعلمين عددهم بيزيد. اللي بعده الهجره الداخليه في مصر بالنسبه للتركيب النوعي لسكانها. يعني التركيب النوعي قلنا ذكور والاناث، لما ناس تهاجر، ناس تيجي من محافظه اسيوط مثلا وسوهاج يجوا للقاهره، في اسيوط وسوهاج الستات تزيد، الاناث تزيد والرجاله تقل. طب في القاهره الذكور تزيد يبقى اقل من الاناث، يبقى النتيجه المترتبه على ذلك الهجره الداخليه اختلاف نسب الذكور والاناث بين المحافظات. اختلاف نسب الذكور والإناث تختلف. اللي بعده وجود الزراعة على ضفاف النيل، يعني جنب النيل بمحافظة سوهاج. اللي بقى عنده زراعة الناس تعمل ايه؟ وعند ضفاف نهر النيل يبقى الناس يقعدوا في قرى. قال لي يعيش معظم سكانها في قرى. يعيش معظم سكان محافظة سوهاج في قرى بسبب وجود الزراعة. التقدم العلمي والتكنولوجي بالنسبة للمهن، لا يا مستر دي سهلة جدا، نقول له ظهور المهن المستقبلية. هي ليه أصلا المهن المستقبلية ظهرت؟ بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي.
طب ايه اللي ترتب لما يبقى عندنا تقدم علمي وتكنولوجي؟ ظهور المهن المستقبليه. يبقى ظهور المهن المستقبليه. اللي بعده مشاركه المواطنين في صنع القرار. ايه اللي ترتب بقى كل المواطنين بيشاركوا؟ بيتعلموا ايه؟ برافو عليك، تعلم المسؤوليه. يتعلموا المسؤوليه. طب وكمان غير كده، واحترام اراء الاخرين. طب وكمان حل المشكلات. اكتب لي بس 2 من دول، يبقى نقول المسؤوليه واحترام اراء الاخرين. اتخاذ القرارات الجماعيه ده بيعمل ايه؟ تحقيق المنفعه للجميع. كلنا بنستفاد طول ما انا اتخذت قرارات جماعيه، يبقى كلنا نستفيد، ما يبقاش قرار فردي، ما يبقاش قرار لوحدي انا استفيد بس غير يتضر، لا، تحقيق المنفعه للجميع. اللي بعده مشاركه التلاميذ في اتخاذ قرارات المدرسه. ده بيعلمنا ايه؟ السؤال ده زي ده 7 زي 9 بيعلمنا التعاون وتحمل المسؤوليه. التعاون يا صديقي وتحمل المسؤوليه. اللي بعده بيقول لي دليل على صحه العباره. اديني دليل. يختلف توزيع السكان في مصر. يعني مش كل المحافظات عدد سكانها زي الثانيه. اكيد يا مستر. نقول له هناك محافظات مزدحمه بالسكان زي محافظه القاهره، وهناك محافظات متوسطه السكان زي سوهاج، وهناك محافظات قليله السكان زي الوادي الجديد. يبقى المحافظات تختلف. عند محافظه اكتر من 8 مليون، وعند محافظات من 1 مليون ل 8 مليون، وعند محافظات اقل من مليون. فدول مش قد ده مش قد ده. اللي بعده تؤثر العوامل الطبيعيه في قله السكان بمحافظه الوادي الجديد. مش فاهم السؤال. ايه ده؟ يعني ايه اصلا عوامل طبيعيه؟ عوامل طبيعيه يا صديقي يعني من عند ربنا. في عوامل طبيعيه من عند ربنا خلت السكان قليلين في الوادي الجديد. ايوه يا مستر، مش انت قلت لي ان السكان ما بيقعدوش في الوادي الجديد عشان هي منطقه صحراويه وما فيهاش ميه؟ هي دي الاجابه. نقول له حيث يقل السكان في محافظه الوادي الجديد بسبب انها منطقه صحراويه يقل بها المياه العذبه. بس كده. وجود علاقات بين مصر وكندا. ايه الدليل؟ نقول له وجود علاقات في ايه؟ قال لي عندنا اقتصاد، عندنا علاقات في اكتر من شيء. عندنا علاقات في التعليم، وجود علاقات في التعليم والهجره. طب وكمان الطاقه. نحفظ له كده. يبقى نقول له وجود علاقات في التعليم والهجره عشان في ناس من عندنا بتهاجر هناك وتقعد، وكمان عندنا في الطاقه. اللي بعده يختلف تركيب السكان بين محافظات مصر. يعني ايه تركيب السكان؟ التركيب السكاني التركيب النوعي والعمري. نقول له صح. اديني دليل يختلف تركيب السكان. نقول له هناك محافظات يرتفع بها عدد السكان زي محافظه القاهره. هناك محافظات يزداد بها عدد صغار السن بسبب كثره الانجاب. هناك محافظات يزداد بها عدد الذكور عن الاناث بسبب توافر فرص العمل. اللي بعده تتنوع المهن حسب الانشطه الاقتصاديه في مصر. اديني دليل ان المهن تتنوع حسب الانشطه الاقتصاديه في مصر. المهن يعني الوظائف تتنوع حسب المهن الاقتصاديه. بكل بساطه نقول له محافظه القاهره تنتشر بها المهن الصناعيه والخدميه. طب نقول له محافظه الوادي الجديد تنتشر بها الزراعه والرعي. محافظه سوهاج تنتشر بها حرفه الزراعه. يبقى هنقول كمان القاهره فيها الصناعه، المهن الصناعيه والخدميه اللي هي الخدمات. في محافظه الوادي الجديد الزراعه والرعي. في محافظه سوهاج تنتشر فيها الزراعه. يبقى التنوع المهن حسب الانشطه الاقتصاديه في مصر. اللي بعده تمثل مهنه المعلم اهميه كبيره في المجتمع. مهنه المعلم دي مهنه مهمه جدا. اديني دليل. حيث ان المعلم هو الذي يقوم بتجهيز كل المتعلمين لكل المهن الخدميه. هو اللي بيجهز الطبيب، هو اللي بيعلم ويجهز عامل النظافه، عمال البناء، عمال التعمير والانشاء، السباكين، الميكانيكي، ضابط الشرطه، ضابط الجيش، هو اللي بيجهزهم. يبقى مهنه المعلم دي مهنه مهمه جدا لانه هو الذي يقوم بتجهيز المتعلمين لكل المهن عن طريق ان هو بيبني العقول.
يبقى هو الذي يقوم حيث يقوم معلم بتجهيز المتعلمين لكافة المهن الخدمية. اللي بعده، ساعد العلماء في العصور السابقة. يعني عصور سابقة مستر، يعني عصور الزمان القديمة، على وضع أسس علمية للتقنيات الحديثة. أقول له اديني دليل حيث وضع العلماء الأسس العلمية. أمثال زي الخوارزمي وضعوا الأسس العلمية في الذكاء الاصطناعي اللي هو حاليا الذكاء الاصطناعي، وكمان عندنا مصادر الطاقة المتجددة والروبوتات. يبقى قام العلماء بوضع الأسس العلمية الحديثة في التقنيات الحديثة زي الروبوتات والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. اللي بعده يا مستر، تعد حرب اكتوبر نموذجا على المشاركة في اتخاذ القرار. اديني دليل حيث شارك القادة الجيش، هيشارك قادة الجيش مع الرئيس محمد أنور السادات وهو رئيس الجمهورية في اتخاذ قرار حرب اكتوبر. فدي اسمها قرار جماعي. اديني دليل ان هي مشاركة في اتخاذ القرار، الاثنين اشتركوا مع بعضهم، رئيس الجمهورية محمد أنور السادات مع قادة الجيش في اتخاذ قرار حرب اكتوبر. اللي بعده، يتطلب صنع القرار سليم خطوات عديدة. عايز اكتر من خطوة عشان اتخذ قرار سليم. تعال معايا. اول نقطة، قلنا نحدد الهدف او المشكلة، يبقى تحديد المشكلة او الهدف. طب رقم 2 نعمل ايه؟ نجمع المعلومات. طب 3 نعمل ايه؟ قال لك نشوف نضع حلول جديدة او نضع البدائل. 3 وضع بدائل. طب الثالثة نشوف ايجابيات وسلبيات كل بديل. طب 5 ناخد قرار نختار بديل. 6 ننفذ البديل. طب 7 قل العودة إلى اختيار بديل آخر في حال فشل البديل الأول. دي كلها يبقى نقول كمان عندنا 7 حاجات. في الأول حدد المشكلة والهدف، بعد كده هجمع المعلومات، بعد كده أحدد البدائل، بعد كده هشوف إيجابيات وسلبيات كل بديل وهختار بديل، هنفذ البديل، هرجع أختار بديل آخر في حال إن البديل اللي اخترته لم يحقق الهدف أو لم يحل المشكلة. اللي بعده يا صديقي، تتطلب المهن المستقبلية مهارات خاصة. ايه المهارات اللي انا محتاجها عشان ابقى عندي اشتغل في المهن المستقبلية؟ قال لازم استخدام التكنولوجيا والعمل الجماعي والتفكير الابداعي. اللي بعده، تساعد المدرسة في تدريب التلاميذ على صنع القرار. هي المدرسة دي بتدربني انا ان انا اتخذ قرار؟ اقول لك من خلال المشاركة في اختيار قائد الفصل او اختيار نشاط معين للمشاركة فيه. فلما اختار قائد الفصل اديني شاركت، او اختار نشاط معين اشارك فيه فانا شاركت. ده بيعلمنا المشاركه في اتخاذ القرار، ده من خلال المدرسه. اللي بعده، ما العلاقه بين كل المين؟ اللي بيربط ده بده؟ المياه العذبه وسكان محافظه الوادي الجديد. دي سهله يا مستر جدا. نقول قله المياه العذبه ادى الى قله تركز السكان في محافظه الوادي الجديد. ما عنديش مياه عذبه فالسكان في محافظه الوادي الجديد قليلين. قله المياه العذبه ادى الى قله السكان في محافظه الوادي الجديد. اللي بعده، الهجرة الداخلية اللي هي بين محافظة للتانية، والتركيب النوعي اللي هو نوعهم ذكور وإناث لسكان محافظة مصر. إيه ده؟ هو في علاقة؟ في علاقة مهمة جدا. بكل بساطة نقوله يختلف عدد الذكور والإناث بين المحافظات بسبب الهجرة الداخلية. يعني مستر مش فاهم. يعني يا صديقي، النهارده أنا كنت عايش في أسيوط وسوهاج، والناس هناك بتيجي تشتغل في القاهرة، فهناك الذكور قلت عشان كلهم جم القاهرة، يبقى هناك في ذكور قليلين وإناث أكثر. طب تيجي في القاهرة الذكور بتوع أسيوط وسوهاج جم للقاهرة، فتلاقي نسبة الذكور أكتر والإناث قليلة في القاهرة، فده بيبقى مين؟ عدم توازن. طب ليه عندنا عدم توازن؟ ليه الذكور مش كل المحافظات قد بعض؟ بسبب الهجرة الداخلية. يبقى بكل بساطة يختلف، دي الإجابة، يختلف التركيب النوعي لسكان محافظات مصر بين الذكور والإناث بسبب الهجرة الداخلية. اللي بعده، التقدم العلمي والمهن المستقبلية. دي تجينا في صح وغلط، في اختياري، في اكمل، بنتفسر. الاجابه واحده، نقول له ظهرت المهن المستقبليه بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. دي ظهرت بفضل ده او بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. اللي بعده يا صديقي بيقول لي حرب اكتوبر واتخاذ القرار. نقول بكل بساطه تعد حرب اكتوبر نموذجا لاتخاذ القرار الجماعي. بس كده، تعد حرب اكتوبر نموذجا لاتخاذ القرار الجماعي. اللي بعده، صنع القرار والتفكير في ايجابيات وسلبيات كل بديل.
نقول له التفكير في ايجابيات وسلبيات كل بديل يساعدنا في اتخاذ القرار السليم. نقول كمان التفكير في ايجابيات وسلبيات كل بديل يساعدنا في اتخاذ القرار السليم او الصحيح. اللي بعده صنع القرار واراء الاخرين. ايه العلاقه بين صنع القرار؟ نقول له المشاركه في صنع القرار يساعدنا على احترام اراء الاخرين. لما اشارك في صنع القرار لازم انا بشاركنا كلنا، فانا بسمع رايك وبسمع رايها وبسمع رايها وهم بيسمعوا رايي ويحترموه. يبقى المشاركه في صنع القرار يساعد على احترام اراء الاخرين. اللي بعده فئه الشباب والايدي العامله. دي سهله وبسيطه خالص. ايه العلاقه بين فئه الشباب والايدي العامله؟ فئه الشباب هم الفئه المنتجه اللي بيشتغلوا. ايدي عامله يعني بتشتغل، هي اللي بتشتغل وتطور وتعمر وتبني. فنقول له فئه الشباب هم الفئه المنتجه. وشكرا بس كده. الزراعه والسكان، مفيش اسهل من كده يا مستر. الزراعه دي بتوفر الغذاء للسكان، توفر الزراعه الغذاء للسكان. اللي بعده ايه العلاقه بين الصناعه والتجاره؟ نقول له الصناعه تصنع المنتجات والتجاره توفر الاحتياجات لنا. يعني هم الراجل بقى مين؟ يجي راجل يصنع اللي في المصنع، يصنع ياخدها منه التاجر يعرضها عنده في المحل واحنا نشتريها. فالاثنين مرتبطين ببعض. ان الصناعه توفر احتياجاتنا المختلفه من حاجات كتير قوي، من السيارات، من الاساس، من الملابس. يجي الراجل بتاع التجاره يعرضها قدامنا ونبيعها. يبقى توفر الصناعه المنتجات المختلفه ويقوم التاجر بعرضها حتى نتمكن من شرائها. اللي بعده برج القاهره والحضاره المصريه القديمه. والسؤال ده مهم جدا جدا جدا. ايه العلاقه بين برج القاهره والحضاره المصريه القديمه؟ ايه ده البرج ده معمول جديد، والحضاره المصريه القديمه دي بقى لها الاف السنين. في علاقه؟ اقول لك تم تصميم برج القاهره. يعني ايه تصميم؟ بنعمله، عملناه بشكل معين. تم تصميم برج القاهره على شكل زهره اللوتس، احد معالم الحضاره المصريه القديمه. بكل يا مستر ده في علاقه، ده فعلا ده احنا عملنا برج القاهره على شكل علامه من علامات الحضاره المصريه القديمه، يبقى في علاقه. يبقى تم تصميم برج القاهره على شكل زهره اللوتس، احد المعالم الحضاره المصريه القديمه. اللي بعده قارن بين كل من. اديني مقارنه. قارن بين ضابط الجيش والشرطه. ايه ضابط الجيش والشرطه؟ ضابط الجيش بيعمل ايه؟ قال يقوم بحمايه الوطن والدفاع عنه، ده ضابط الجيش. طب والشرطه؟ يوفر الامن والامان الداخلي. ماشي، بس كده بس كده. اللي بعده قارن بين السباك وعامل المقاولات او عمال المقاولات. السباك يقوم بتركيب البواسير واصلاحها. نيجي في البيت عايزين نعمل وصلة ميه، عايزين نركب ميه للبيت بتاعنا، صرف صحي، مين اللي بيعمله؟ السباك. يبقى يقوم السباك بتوصيل المواسير واصلاحها. طب عامل المقاولات يقوم باعمال البناء والمحاره والنقاشه. ماشي يا مستر. محافظه القاهره ومحافظه سوهاج من حيث الوظائف. ايه الوظائف المنتشره في القاهره؟ تقول لي والله يا مستر في القاهره تنتشر الوظائف الصناعيه والخدميه. طب في محافظه سوهاج الزراعه. بس كده. مهندس الطاقه المتجدده وصانع المحتوى الرقمي. مهندس الطاقه المتجدده يقوم بانتاج الطاقه النظيفه للحفاظ على البيئه من التلوث. نقول كمان مهندس الطاقه المتجدده يقوم بانتاج الطاقه النظيفه للحفاظ على البيئه من التلوث. طب صانع المحتوى الرقمي زي مستر ايمن بيعمل ايه؟ قال لي يقدم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت حتى يفيد الناس. وبكده يا صديقي يبقى خلصنا كل الاسئله، سواء اهم اسئله الكتاب المدرسي او التقييمات، او اهم اسئله الكتب الخارجيه. بالتوفيق يا صديقي، وباذن الله هنقفل الماده، ما تخافش خالص. راجع المراجعه دي، وكمان عامل لك مراجعه شرح، راجع الاثنين باذن الله هنقفل امتحان الشهر. لو مش عامل سبسكرايب لازم تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالتوفيق يا صديقي، واشوفك على خير باذن الله في فيديو جديد. سلام يا بطل.